ليه اوقات بنشوف ليفنج روم تحس ان هي مريحه وعمليه، واوقات بتشوف ليفنج روم تقفلك وتحسسك ان انت مش مرتاح خالص؟ السر في 5 حاجات لو عملتهم هتعمل احلى ليفنج روم. اول حاجه هي توزيع الفرش. قبل ما تشتري اي قطعه فكر في التوزيع. ضروري جدا تسيب مسارات للحركه، وحاول تبعد الكنب والكراسي شويه عن الحيطه عشان تحس ان الموضوع مريح. مش لازم تملى البيت كله فرش، حاول تخليك بسيط ومنطقي. تاني حاجه الالوان بتاثر بقوه جدا جدا على راحتك النفسيه، فحاول تختار الوان هاديه ومحايده، وممكن تزود لمسه من الوان جريئه في حاجات زي الكوشنز او السجاد. بس خليك متوازن، مش لازم كل حاجة تبقى لون واحد، وفي نفس الوقت برضو مش هنعملها حفلة. تالت حاجة الإضاءة بتفرق 180 درجة في شكل أي مكان. استخدم أكتر من طبقة للإضاءة، وهعمل لك فيديو مخصوص هعرفك فيه اللايرز بتاعة الإضاءة. وكمان حاول تخلي بالك من درجة لون الإضاءة أو درجة التمبريتشر بتاعة الإضاءة. وهعمل لك فيديو برضو مخصوص هعرفك فيه كل فراغ يتحط فيه درجة لون عاملة ازاي. رابع نصيحة، استخدم خامات تبين الفخامة. مش لازم تصرف كتير، بس حاول تستخدم خامات تبين الفخامة زي الخشب والمعادن. الخشب الطبيعي بالذات بيضيف عمق وفخامة لأي مكان. ما تنساش بقى طبعا التفاصيل الصغيرة اللي بتكمل الصورة زي اللوحات والزرع والسجاد والكوشنز، بيفرقوا بشكل مش طبيعي في أي مكان. لو عملت ال5 نصايح دي مش هيبقى عندك بس ليفنج روم شكله حلو، لكن كمان هيبقى مريح جدا جدا لأعصابك. سلام.